السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل قرص فلاحي وهنجدد فيها شوية. هننزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كوباية لبن رايب، هننزل بمعلقتين من السكر، نبدأ نقلبهم كويس وهنسيبهم في جنب لحد لما الخميرة تتفاعل. هننزل بكيلو من الدقيق، عليه معلقة من اليانسون، معلقة من الشمر، معلقة من السمسم الابيض او المتحمص. هننزل كمان بمعلقه صغيره من الكمون الحصى، بجد بيدي تيست حلو جدا. هننزل كمان بربع معلقه من الفانيليا ورشه ملح. بعد كده هنقلب المكونات الجافه. نبدأ ننزل بكوباية من الزبدة أو السمنة البلدي أو كوباية سمنة على ربع كوباية من الزيت. بعد كده هننزله مع الدقيق وهنبسهم كويس جدا لحد لما الدقيق يبدأ يتشرب من السمنة والزيت. هنبدأ ننزل عليها بالخميرة طبعا بعد ما عدى علينا من 10 دقايق لربع ساعة لحد لما الخميرة بتاعتنا اتفعلت. نبدأ ننزل عليها على الدقيق وبعد كده هنعجن كويس جدا. وكل ما بنعجن كل ما بيدينا نعومية حلوة جدا في العجين. هننزل كمان بنص كوباية لبن، طبعا لو احتاجنا لبن. لو مش عايزين نعجنها بلبن ممكن بالميه، مفيش مشكله خالص. انا كده بوريكم ان العجينه معانا بدات تكون طريه وناعمه في ايديا، واهم حاجه اللي هي بدات تتشكل كده. خلاص العجينه اتعجنت كويس. نبدا نغطيها ونسيبها تتخمر، ولما اختمرت طلعت بالجمال ده نبدا نشكلها. طبعا هنعملها كويرات وبعدين هننزلها في الصينية، هنسيبها ترتاح لمدة كمان 5 دقايق. وبعد كده نبدأ نشكلها أو نبططها، نخليها دوريات ونسيبها ترتاح كمان حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. ممكن نعمل شكل تاني، نبدأ نجيب كويرة وبعد كده هنفردها وننزل عليها بأي جبنة متوفرة عندنا، وبعد كده هنغلفها وهنبططها وهنظبط الشكل بتاعها. ممكن ننزل عليها بالسمسم، ممكن نعمل جبنة، ممكن نعمل كمان بالزعتر، كمان بيدي تيست حلو جدا في المعجنات. هنخلص الكمية بتاعتنا وبعدين هنغلفها كمان من فوق الوش علشان نعرف اللي دي بالزعتر. ممكن كمان نعملها بالعجوة، لو متوفر عجوة نعمل بالزعتر، نعمل بالجبنة، ممكن نعمل جبنة بزيتون متقطع. كل اللي متوفر عندنا. وفي الاخر ممكن كمان نعمل قراقيش. هنجيب قطعة من العجينة نبدأ نلفها رول، وبعد كده هنفردها وهنشيل الزوايد منها، وبعدين هنقطعها بالسكينة او بالقطاعة. وبعد كده هننزل بالقرص، هننغزها بالشوكة او بخلة الشيش طاووق، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد بالظبط حوالي 30 دقيقة وهتطلع بالجمال ده. احلى قرص ممكن تعمليها في البيت. واشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.